السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. يظهر هوغو بروس مدرب منتخب جنوب افريقيا ايمانا عميقا بقدرة فريقه على هزيمة المنتخب الوطني المغربي في دور ثمن نهائي كأس افريقيا. وصرح بروس للموقع الرسمي للكاف: نعرف المنتخب المغربي جيدا، فقد لعبنا ضده سابقا وحققنا الفوز، لا يوجد شيء مستحيل. وضاف مدرب منتخب جنوب افريقيا: رأينا خلال هذه النسخة من كأس افريقيا أن كل شيء ممكن، وأنا أؤمن بلاعبي فريقي وقدرتهم على تحقيق هذا الإنجاز، وأعلم أنهم يثقون بأنفسهم أيضا. وستقام مباراة المغرب وجنوب افريقيا يوم الثلاثاء على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو ساحل العاج الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة المغربية. وفي موضوع آخر، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من معسكر المنتخب المغربي عن إصابة قد تهدد حضور زياش في المباراة المقبلة للمنتخب المغربي ضد جنوب افريقيا. وفي هذا الصدد يخوض حكيم زياش برنامجا خاصا للحاق بما تبقى من مباريات الكان، حيث يعاني بالتحديد من شد في أربطة الكاحل. ومن جهة أخرى سيتدرب اللاعب بشكل انفرادي حتى يوم الأحد المقبل، على أن يحاول اللحاق بالمران الجماعي ليوم الاثنين تحضيرا لمباراة الثلاثاء. ويبقى على العموم قرار لاعب زياش من عدمه رهين بالتقرير الطبي المرافق للأسود، والذي سيتأكد قبل يوم المباراة.